السلام عليكم متتبعي يوميات انهار، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا البنات في درس جديد، جزء ثاني ديال هاد عش العصفور كيف ما كتشوفوا، ولا راندة العش، كل واحده شنو تيسميها. ما عليناش. في الجزء الاول تقاسمت معكم كيفاش خدمنا هاد العش هذا، ودرت معكم باش نديرو الجزء الثاني كيفاش غادي نعمروها بالعقيق كيف ما كتشوفوا معايا. هاد العقيق هذا الزمرد، فغادي نحتاجو الخيط ديال الخياطه العادي اللي كنشمعوه ضروري. واحد البنت سولتني على الشمع، قالت لي شنو هو الشمع؟ واش الشمع العادي؟ لا اختي، هاد الشمع هذا هو خاص بالخياطه، راه كيتباع عند اللي تيبيعوا اللوازم ديال الخياطه، ورخيص، يدير غير درهم المورصو. وغادي نحتاج هاد الزمرد هذا كيف ما كتشوفوا معايا. من الافضل البنات تخدموا برقم 5، من الافضل، باش هكا تيجيكم هاد العش هذا، يعني تيجيكم منفوخ وطالع، وما تيدخليكمش العقيق في هاد الخرصات هادو. ما كانش ممكن ديروا 4 وتصغروا شي شويه الخرصات. المهم غادي نبداو. انا الخيط درتو على 4 ديال الشعرات وشمعته. البرا رقم 7 راه كدوز ليا هاد العقيق، ما كدوز لكمش رقم 7، ممكن ديروا رقم 12 او 11. المهم راني خرجت البرا من هاد الخرصه هادي. كنبداو من الجوانب كيف ما كتشوفوا معايا. صافي، وغادي نبدا نعمر بالعقيق بهذه الطريقه. كنجيب الخيط في الحاشيه ديال الخرصه وكنحاول نضرب في العين اللي حداها بهذه الطريقه. هانتوما باش نرصي هاد الخرصات هادو. لاحظوا معايا منين غنخرج البرا هنايا، واخا تتبان لينا البرا بعيده على الخرصه، ولكن كنخرجوها من هنا وكندخلها في هاد الخرصه هنا. ملي تندير ليها العقيقه كنرجع للعين اللي حدا الاولى مناش جبدنا البرا هنايا. هاهي شفتوا؟ الا كان هاد العقيق صغير كما قلت لكم، غير كتجروا كتمشي العقيقه، يعني كتهبط لتحت، ما كتبقاش تبان. صافي، غادي نجي عاود هنا نخشيها في هاد الخرصه هادي وندير العقيق. حاولوا البنات ديروا العقيق المزيان. هاد الزمرد ديال الخيط يعني ما تيتقشر ما والو، كيخسرش بالصابون. صافي، وكنستمر بهذه الطريقه. وضروري البنات تجمعوا الخيط باش هكايا ما يتقطع لكمش العقيق مع التصبين ومع هذا. سمحوا لي صوتي شي شويه مريض، مروحه شي شويه، ولكن كيف ما وعدت البنات قلت لهم غندير لكم جزء ثاني وتعطلت عليكم، سمحوا لي. صافي، وكنضرب الذره العش كامل بنفس الطريقه هكا. هانتوما صافي، وانا غاديه بنفس الطريقه. فانا غادي نضرب الذره كلها ديال هاد العش هادو، يعني الجوانب ديال هاد العش، ونتلاقى معكم باش نوريكم عاود الطريقه كيفاش ديروا العقيق عاود هنايا الوسط ما بين هاد الخرصات. المهم خليكم معايا، نسالي ونتلاقى معكم. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما ساليتها من الجوانب، يعني درت عليها كامله. هذه الطريقه باش كنخدم هاد العش هذا. نفس الشيء كنجيو عاود للصف الثاني وكندخل البرا. هانتوما هنا صافي، وكنحاولوا نحطوا العقيقه في وسط الخرصه. وهاد الخرصه هادي خصها تجي ما بين هاد جوج خرصات اللي تحت منها، يعني كنعاود ندخل البرا هنا ونجيبها ما بين هاد جوج خرصات بهاد الطريقه. راه ساهله ماشي شي حاجه صعيبه. واحد الاخت كانت كنهضر مع هادشي على حساب الرنده،
وكتقول لي بالنسبه لهاد العش هذا، كتقول لي تيجيني صعيب في الخدمه، ما نقدرش نخدمو هادي. قلت لها راه ساهل، ماشي شي حاجه صعيبه. ما كاينش شي حاجه صعيبه، اي حاجه درتو فيها راسكم الا وراه غادي تتعلموا ليها. خص غير البراتيك. اول مره غادي تهزي البرا وتخدمي راه غادي تجيك الخدمه صعيبه، هذه يعني ما لا نقاش فيها. ولكن بالتكرار والعزيمه راه اي موديل شتيه اي حاجه راه ممكن انك تخدميها. كما قلت لكم الاصرار على الحاجه صافي راه كتعلموا ليها. وانا من داك النوع اللي اي حاجه اي موديل خرج واخا ما نخدموش واخا ما يتطلب لياش، ماشي غير في الرندا، في كلشي، في الطرز، في التنبات، في هذا. تيعجبني هكايا يعني نستافد وناخذ افكار ونتعلم لديك الحاجه واخا ما نحتاجهاش. ولكن تيعجبني كل حاجه تكون عندي هكايا في يعني في راسي. تقدر يجي شي نهار هكا اللي غادي نخدم بها ولا غنحتاجها واخا غير لشي بياسه ديالتي. فالبنات حيدوا منكم العجز وهزوا تخدموا. كاين ما يدار بصراحه في الصنعه. كاين التنبات اللي كتجي الرنده صعيبه، راه كاين التنبات ساهل. التنبات راه من اسهل ما يكون، وتا هو راه مطلوب حاليا يعني في الاسواق. وبالنسبه للخياطه وهذا راه مطلوب التنبات. فغير نوضوا البنات تعلموا. صافي كيف ما كتشوفوا معايا نفس الطريقه باش بدينا هنا، كنبداو الصف الثاني غادي نعاودو نخدموه عاود من هنا ومن هنا ومن هنا حتى نساليه ونتلاقى معكم. راه نفس الطريقه. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا ساليت الدوره الثانيه ديال العقيق. بقات لنا دوره وحده. بالنسبه لهاد الدوره الاخيره اللي بقات، الا كنتو غادي ديروا هاد الشميشه هادي، الا كنتو غديروها كبيره، فلا داعي باش انكم تخدموا هادو اللي لداخل يعني هاد العقيقات هنا. كنتو غديروا هاد الحجم هذا، هاد الصغير، واخا تزدتوا العقيقه. نتوما شوفوا معايا، يعني ملي كنديروا هاد الصغيره هنا فراه كتجي هي هذيك، شفتوا؟ المهم غنوريكم الطريقه باش غادي نخدموا عاود هذا السطر الاخير. نفس الشيء، ما كاينش شي اختلاف، غير ما تنجيبوش العقيق هنايا الوسط، كنحاولوا نجيبوه هنا لداخل، يعني في وسط الخرصه لداخل، باش هكا العقيق تيجينا بعيد على ديك السيبوره اللي غادي نديرو الوسط، باش نلقاو فين غادي نحطوها وتجي زوينه في المنظر. ها نتوما شفتوا؟ صافي غادي نضرب الدوره كلها. ها نتوما غادي نخشي البره هنا باش تشوفوا معايا ما بين هاد جوج خرصات هنا. ها هي، وغندخلها هنا، نجيب العقيقه، لاحظوا معايا، وغادي نعاود ندخلها حدا هاد العين الاولى، حداها هكا. عرفتوا البنات انا يدي قاصحه في الخدمه. المهم هكا تعلمت، يعني كنتعذب هكا فشي كل واحد والطريقه باش تعلم. المهم بهذه الطريقه هذه شفتوا، يعني كيبقى لنا داك الفراغ ديال السيبوره فين غادي نحطوها. نفس الشيء هنايا. فانا غادي نضرب الدوره ديال هاد العقيقات اللي بقاو ونتلاقى معكم. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا، العش ديالنا من بعد ما عمرتو بالعقيق تيجي على هاد الشكل هذا، وكتجي يعني واقفه الزواقه وقاصحه ماشي مرخوفه. كيف ما كتشوفوا بقات مرحله وحده ديال هاد السيبوره هادي ما غاديش نلصقها، راه سهله. فيها هاد العيون هنايا كتلصقوها هنايا بالبرا والخيط بحال كما درنا للزمرد. ما غاديش نلصق هادي لان ما مقتنعاش بهذا اللون بصراحه. جبته ولكن ما مقتنعاش به. كنت بصراحه باغا هاد الزمرد في هذا اللون هذا ولكن ما لقيتش. وجاني هادشي بحال شلاضه، يعني العقيق في جهه والسيبوره في جهه، يعني اللون لا علاقه. لذا قررت نحيد هاد النحاسي هذا، ما غنديروش، وغادي نشوف الا لقيت هاد اللون الطوسي في السيبورات
المهم اللي غادي نسالي القفطان ان شاء الله راه اكيد غادي نتقاسموا معكم، ندير له استعراض، وإلا درت له حتى شي تشنيف جديد ولا مهم شي حاجه اللي غادي نشارك معكم اكيد راه غادي نشاركها معكم. كنشكركم بزاف البنات على التشجيع ديالكم وعلى لي لايك ديالكم وعلى التعاليق الزوينه ديالكم. ما تنساونيش بالاشتراك وبالبارطاج ويعني وتفعيل الجرس باش هكا بقى يوصلكم كل جديد. واي وحده عندها شي سؤال شي استفسار مرحبا بكل فرح مرحبا، ما ترددوش، خليوا لي في التعاليق. شكرا لكم على المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، الله يعاونكم.